يوم الأربع الساعة 10 بالليل. السما فوق راسي ضلمة ومغيمة، بس مش ضلمة ولا مغيمة كفاية عشان تمنع نور النقطة اللي بتلمع زي النجمة، النقطة اللي أنا عارف كويس إنها الكائن المثالي. خلال اليومين اللي فاتوا كنت أنا وأميرة ودكتور الاستئصال بنتابع هبوطه من السما، زي ما يكون نيزك نازل بالتصوير البطيء. للأسف البطء ده مش هيقلل من التدمير اللي هيتسبب فيه. الريح هبت ولطشت وشي كأنها ايدين كتيرة غضبانة. ما كنتش معترض على شوية هوا بارد يخدروا الصداع اللي هيخلي دماغي تنفجر. خدت خطوتين على بلاط السطح عشان أوصل للحافة. الأسفلت الأسود البارد كان باين بعيد تحتيا كأنه ليل تاني من غير نجوم. رفعت رجلي من على الحافة. سيل من المعلومات المرئية انفجر في دماغي. ما كانش حلم ولا كأنك بتتخيل صورة في دماغك. الموضوع كان مختلف. الصور كانت أوضح من أي حلم شفته في حياتي، واضحة نفس وضوح الواقع. كان في تقل حقيقي في الصور دي، زي ما تكون خيوطها متطرزة جوه نسيج الكون. شفت صفوف من البيوت شبابيكها متكسرة، شفت دم على الأسفلت، شفت نار مطلعة عواميد دخان أسود للسما، شفت ناس عينيهم متوحشة وبقهم مفتوح على آخره، وشفت أسنانهم المليانة دم وشفايفهم الملوية، وشفت ضوء مبهر، ضوء بإيدين ورجلين. هو أنت بتهبب إيه؟ فتحت عينيا اللي ما خدتش بالي إني قفلتهم، ولفيت عشان أشوف أميرة بتدخل من باب السطح، سطح الفندق اللي كنا حاجزين فيه أوضة. معلش، هو أنت سبتيني مع الدكتور المجنون عشان تطلع هنا وتلعب لعبة الخفة؟ هو انت سبتي قبل ما اكمل جملتي يا أميرة فتحت الباب زيادة عشان دكتور الاستئصال يعدي مني. مش قادرة أصدق بجد. أنت عندك أي فكرة لعبة الحفة ممكن تأثر عليك إزاي؟ ما حطيتش احتمال ولو بسيط إن الحاجات اللي هتشوفها وأنت بتلعب اللعبة ممكن تتحقق؟ كده الحاجات بتتحقق. مش انت والدكتور بقيتوا حقيقيين لما قريت عنكم في الجورنال؟ نايس، متشكرة قوي إنك جمعتني مع الدكتور المجنون. الدكتور مشي لحد ما وصل لحافة السطح. كنت قلقان لدماغه توز ويلعب لعبة الحافة، بس بدل ما يعمل كده ركز نظره على النقطة المضيئة في السماء. المصيبة اللي عملها الكائن المثالي. هو انت بتعرف تتكلم مع الكائن المثالي يا دكتور؟ بصراحة عمري ما حاولت، بس نظريا هو بيسمع ويفهم الكلام، عنده كل الأعضاء المناسبة في أماكنها المظبوطة، وبعدين أنا برمجته بحيث إنه يقدر يفهم ويتكلم 10 لغات. الموضوع راجع له لو كان عاوز يستخدم القدرات اللي عنده أو ما يستخدمهاش. لفيت لأميرة. كويس كده نقدر نتكلم مع الكائن المثالي أول ما ينزل ونفهمه اللي هيحصل. أنا معاك، بس لو كان قاصد اللي هيحصل الكلام مش هيبقى له أي فايدة. يبقى نستنى ونشوف. أنت كويس؟ أيوة كويس. ممكن يكون داخل عليا دور برد. يلا خلينا ننزل الأوضة، الجرنان هيوصل قريب. بعد ساعتين كنت قاعد على السرير حاطط فوطة مبلولة على وشي. الصداع بقى أشنع، كل ما يقل وأقول هيروح خلاص أحس برمح جديد اتغرز ورا عينيا. دلوقتي على طول في إيد من إيديا محطوطة على جبهتي بتعمل مساج عشان تقلل الألم ده، بالإضافة لإحساسي بالغثيان، لدرجة إني ما قدرتش آكل أي حاجة النهاردة. والظاهر إن الموضوع ابتدى يقلق أميرة. إحنا لازم نوديك مستشفى. أنا مش مصدقة إني بقول الكلام ده ومعانا دكتور في الأوضة. ده مش دكتور عادي يا أميرة. فوق كده لو ركبت عربية دلوقتي هجيب اللي في بطني. خلينا استريح شوية والصداع هيروح زي ما بيحصل كل مرة. أيوة، وبالمرة وإنت مستريح ممكن نحاول نقنع نفسنا إن الصداع ملوش أي علاقة بالجورنال. أميرة إحنا لازم نلحق الكائن المثالي. الموضوع ده أهم من أي صداع. تمام، بس اعمل حسابك مش هسيبك تقرا الجورنال الجاي. رديت عليها وأنا بغطي عيني بالفوطة تاني. ما أعتقدش الجورنال هيجي. مش فاهمة قصدك إيه؟ قصدي إن الساعة 12:15 دلوقتي. هو الجورنال عمره ما اتأخر عن ميعاده. سمعت باب الأوضة بيفتح. عندك حق، الجورنال ما جاش. تفتكر دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ أكيد حاجة وحشة. لازم يكون في مستقبل عشان الجورنال يتنبأ بيه. لسبب ما عدم وصول الجورنال خلاني أحس بالتوتر. اتعودت عليه لدرجة إنه بقى إدمان بالنسبة لي. كنت بستناه بفارغ الصبر. دلوقتي العالم رجع مكان عادي ممل. بس ثانية واحدة، أنا غبي جدا، لأن بكل بساطة العالم اللي أعرفه هينتهي النهاردة بعد الظهر. أكيد مفيش إثارة أكتر من كده. حوالي الساعة 9 الصبح الناس ابتدت تتجمهر. ناس من مختلف الفئات والطبقات كانوا بيسيبوا أشغالهم وبيوتهم وينزلوا من عربياتهم عشان يتجمعوا في نص الطريق. ما كانش فيه شرطة تفرقهم عشان رجال الشرطة كانوا واقفين معاهم، كل وش وعينين وكاميرا موبايل متوجهين ناحية السما. كنت عارف بيبصوا على إيه، بس ده ما منعنيش أبص زيهم.
كان في حاجة بتلمع جامد لدرجة إنها كانت واضحة في ضوء النهار. على الظهر الجسم نزل زيادة، بقى شمس تانية أكبر على شكل إنسان بإيدين ورجلين واضحين. ما كانتش أول مرة أشوف المنظر ده، كان بقالي يومين بشوفه، بس ده ما منعش الأشعار الباردة إنها تزحف على ظهري. الشيء العايم في السما كان بينزل ببطء، كان زي غواص نازل بالراحة للأعماق. المدينة كلها بقت في الشارع دلوقتي، البيوت حوالينا بقت مهجورة وأبوابها مفتوحة. ما كانش في حد هيستغل الموقف ويسرق، عشان ببساطة كل العينين كانت متوجهة للسما. على الساعة 1 الظهر الكائن المثالي بقى قريب لدرجة إنك ممكن تشوفه من غير أي مجهود. كان ضخم، طوله حوالي 5 متر، مع كده شكله كان جميل متناسق رشيق. ما كانش بيتهز ولا مكور نفسه عشان يمتص صدمته بالأرض، كان مرجع راسه لورا كأنه بيبص على السما. رجله كانت مفرودة ومشاورة على الأرض زي راقصين الباليه، ايديه كانت مرفوعة لفوق في اتجاه السما وعاملة شكل 7 على يمين وشمال راسه. كان شيء جميل، شيء مهم، شيء ليه معنى، بس في نفس الوقت كان غلط، شيء مش المفروض يكون موجود. حاولت نظري عنه، سطوعه المبهر خلى الصداع يتضاعف 10 مرات. همهمة لا إرادية ابتدت تنتشر بين جموع الناس اللي كانت بتحاول تسيطر على مشاعرها عشان ما تبكيش. بس لما قرب زيادة موضوع السيطرة بقى مستحيل. الناس ابتدت تقع على ركابها وتنهار. كان في ناس قليلة لسه لابسين ماسكات الكورونا على وشهم، واضح انهم كانوا فاكرين الشيء ده ملاك جاي عشان يمحي الوباء ويرجع كل حاجة زي ما كانت. في الواقع لما بفكر في الموضوع شوية بلاقيه هيمحي الوباء فعلا، في نفس الوقت هيمحي كل حاجة تانية معاه. على الساعة 2 الكائن قرب لدرجة انه بقى واضح من غير اي شك هينزل فين، بس المكان اللي هينزل فيه ما كانش المدينة اللي احنا فيها. الغضب انتشر بين الناس اللي من كتر انبهارهم ما كانوش واخدين بالهم من مكان نزوله، بس دلوقتي لما انتبهوا اندفعوا ناحية عربياتهم من غير اي اعتبار لسلامتهم او سلامة اللي حواليهم، زي ما يكونوا نسيوا فجأة ان البني ادمين التانيين مخلوقين من لحم ودم زيهم. الايدين طارت وخبطت في الوشوش، الدم سال، كل حد وكل حاجة بقت مجرد عائق بيمنعهم من الوصول لهدفهم، المدينة الصغيرة اللي بعد مدينتهم. اللي كان مكتوب في الجرنان بيتحقق قدام عينيا بالحرف. انا واميره والدكتور اتكومنا في العربيه بتاعتي بسرعه، حطيت المفتاح في الكونتاكت ودورت. حسيت بخبطه قويه في باب السواق، اترميت للجنب اليمين، السيت بيلت لحقني قبل ما اترمي بره العربيه. الصداع صرخ في دماغي كانه بياخد بطاره. بصيت على اميره كانت بتدعك رقبتها. أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل؟ مش عارف كنت حاسس بحرقان في صدري كأن رئتي هتنفجر. بصيت على دكتور الاستئصال في الكنبه اللي ورا، ما كانش لاحق يلبس الحزام، كان متكون في جنب العربيه، ابتدى يتمطع. سمعت صوت فرقعت مفاصله وهي بترجع مكانها، وبعدين بكل بساطه عدل نفسه في مكانه، ما كانش باين عليه انه اتصاب. انت كويس يا دكتور؟ انا كويس، واضح ان مفيش اي اصابات جامده فيكم انتوا الاتنين. لو تحبوا ممكن استأصل احساسكم بالألم. لا متشكرين جدا يا دكتور. بعد ما اتأكدت من سلامة اللي معايا بصيت من الشباك بتاعي عشان اشوف اللي حصل. الازاز كان عبارة عن شروخ على شكل شبكة عنكبوت، الرؤية كانت عبارة عن اشكال مشوهة ومعالم مش واضحة. الشيء اللي خبط فينا عجن الباب وخلى ازاز الشباك يعمل شكل كيرف جوه العربية. الازاز ما اتكسرش بمعجزة، باب العربية اتهز وبعدين اتشد لبره. في نفس اللحظة سمعت صوت كاوتش بيصرخ على الاسفلت. كانت العربية اللي خبطت فينا بترجع لورا بسرعة وبعدين بتاخد طريقها عشان تبعد. اللي راكبين فيها كانوا مهتمين بانهم يوصلوا للمكان اللي الشيء هينزل فيه اكتر ما كانوا مهتمين بسلامة الناس اللي في العربية اللي خبطوها. الصداع حرمني اهز راسي وانا مستغرب. حطيت العربية على الدي ودوست بنزين. الصداع زاد اكتر وانا بخرج من المدينة. رؤيتي بقت مشوشة والعالم بقى هلامي وغير مستقر، اشكال متوهجة مختلطة ببعض واصوات حادة مزعجة، مرور وكلاكسات وعربيات خبطة في بعض. الدنيا كانت فوضى. بعد فترة قصيرة شفت حاجز طريق مستخبي ورا حشد من الناس. العربيات اللي قدامنا كانت فاضية، الناس اللي فيها بقت واقفة دلوقتي قدام الحاجز. احنا لازم نخرج من العربية دلوقتي. أميرة هزت راسها. أول ما خرجنا من العربية أصوات الناس بقت أعلى، كانوا عاوزين يدخلوا المدينة، كانوا بيقولوا إن الحواجز مجرد حيلة عشان يمنعوهم من استقبال الكائن المثالي لما ينزل. لو بس يعرفوا اللي هيحصل. حاولت أتمعن في الوشوش الغضبانة الكتير اللي حواليا، كنت بدور على حاجة وده شد انتباه أميرة وخلاها تسألني وهي مستغربة. أنت بتدور على إيه؟ مجموعة من الناس زقتنا أو ممكن تكون شدتنا، ما بقتش قادر أحدد. المهم إننا في الآخر بقينا واقفين قدام الحاجز غصب عننا.
مقالة الجرنان كان مدياني إحساس إن في صحفي شاف الكلام اللي بيحصل وكتب عنه من وجهة نظره، بس مفيش حد موجود بتنطبق عليه الأوصاف دي. أميرة ردت عليا وهي بتبص على بحر البشر اللي بيقرب أكتر من أفراد الجيش اللي واقفين عند الحاجز. عندك حق، أنا عمري ما فكرت في الموضوع ده. احتمال يكون الشخص شكله عادي، ما هو مش هيبقى مكتوب على وشه صحفي يعني. لفيت ومسكت دكتور الاستئصال من قفاه. أميرة، احنا مش المفروض ننفصل عن بعض، ومش المفروض نفضل واقفين هنا. عينين أميرة وسعت. يا خبر اسود، انت عندك حق. أميرة افتكرت مقالة جورنان هي كمان، وعلى الأساس ده اتصرفت. شدتني أنا ودكتور الاستئصال وابتدت تتحرك وهي فاردة إيد قدامها وبالإيد التانية ماسكاني من دراعي، وابتدت توسع لنا السكة عشان نوصل لجنب الطريق. وسع يا متخلف. وزقت واحد في صدره. الراجل اترمى على الأرض زي شوية البطاطس كأنها ضربته بسكينة بالظبط. أنا بقى كنت مركز عشان ما افقدش توازني. قوة أميرة الرهيبة كانت بترفعني من على وش الأرض. شديت الدكتور ورايا وصوابعي بتصرخ من الألم. الموضوع خد نص ساعة، بس في الآخر وصلنا لبر الأمان. لما بصيت على الناس تاني لقيت عددهم اتضاعف وغضبهم زاد. كانوا بيصرخوا في أفراد الجيش. حقيقة إن الجنود مسلحين ما كانتش فارقة معاهم، والجنود إيديهم اتوترت على أسلحتهم. الكهرباء اللي في الجو كانت بتزيد مع كل لحظة. الجنود كأنهم عضلة واحدة شايلة حمل تقيل ممكن يتسبب في انهيارها. وفجأة أنا ما شفتش اللي حصل، بس الواضح إن أعصاب واحد من الجنود فلتت وضرب نار. شهقات الخوف انتشرت بين الناس وتحولت بسرعة لصريخ، واتحركوا ناحية الحاجز وقبضتهم متكورة. شفت البنادق وهي بتضرب المرة دي. الناس اللي وقعت قاموا وأطرافهم مدلدلة جنب جسمهم بشكل غريب وزوايا مستحيلة. الرصاص المطاطي. أصوات فرقعات وسط الحشود، والدخان الأبيض ابتدى ينتشر في ثواني عشان يبلع جواه مجموعات الناس اللي ما بقاش فاضل منهم غير صوتهم وهما بيكحوا ويتخنقوا. غاز مسيل للدموع. عشان كده الجنود كانوا لابسين ماسكات. شفت راجل طلع يجري على عربيته وفتح الباب ونط فيها. ناس كتير تانية عملت زيه، وأنا دورت وشي بعيد عشان عارف اللي هيحصل. سمعت زئير المواتير، وبعدين صريخ الكاوتش على الأسفلت، وصوت أجسام وهي بتتفرم على الحديد. صراخات الدهشة والألم كانت أسوأ شيء. العربية الأولانية اتضربت بسير رصاص حقيقي المرة دي، بس ما وقفتش. صدمت حاجز الطريق، ووراها عربية تانية، وبعدين عربية تالتة. يلا بينا. وشدتني من دراعي، وأنا بدوري مسكت دراع الدكتور وشدته ورايا. بس الموضوع كان سهل المرة دي عشان الناس كانت اتفرقت. عدينا من فتحة من الفتحات اللي العربيات عملتها واتحركنا لقدام. العالم كان متوهج والأصوات عالية زيادة عن اللزوم. دماغي لفت ومخالب الألم السخنة غاصت زيادة جوا مخي، واللاوعي ابتدى يغزل خيوطه السوداء قدام عينيا. مش عارف احنا وصلنا المدينة امتى، بس أول ما وصلنا لاحظنا الهدوء الرهيب بعد الدوشة اللي كنا فيها. كأن حد لف زرار الفوليوم للزيرو. فتحت عيني وفي نفس اللحظة ندمت. الأسفلت حوالينا كان متغطي ببقع بني. نفس البقع كانت موجودة على الرصيف، على الأبواب، على الحوايط. بقع بلون الصدى، أو خلينا أقول بلون الدم الناشف. فوق نفسك، لازم تفضل صاحي. وشاورت على السما. لما بصيت الشمس التانية بقت أقرب بكتير دلوقتي، وكان في مجموعة من الناس بتتجمع تحتها. ناس بطنهم منفوخة متلطخين بالدم وجسمهم مليان جروح، وزي ما المقالة قالت أبشع حاجة فيهم كانت وشهم. لفت له الدكتور. مش انت اللي عملت الشيء ده؟ قول له يمشي، قول له يبعد عن الناس دي على قد ما يقدر. الدكتور ما كانش مركز معايا أصلا، كان بيبص على الكائن المثالي وابتسامة غريبة مرسومة على وشه. مسكته من كتافه وهزيته. اسمعني، انت عارف الكارثة اللي هتحصل، ساعدني امنعها. مش هقدر امنعه. ازاي ما تقدرش؟ ايه اللي منعك؟ الكائن المثالي بيعمل اللي هو عاوزه عشان هو أفضل مني، أفضل مننا كلنا. هو مش مضطر يسمع كلامي حتى لو كنت أنا اللي عامله. انت مالكش اي فايدة، غلطنا اننا جريناك معانا هنا. احنا هنتصرف ازاي دلوقتي يا أميرة؟ الصداع ما كانش مخليني عارف أفكر. كنت عاوز كل شيء ينتهي. كان نفسي أدوس زرار يخلي العالم ينطفي وأبقى لوحدي. انا هتصرف. وبعدين مشيت لنص الشارع. كان في جثة جنبها بندقية. أميرة خدت البندقية من على الأرض وفحصتها باهتمام، كأنها بتدرس كل حتة معدن مكوناها. هو أنتي بتعرفي تستخدمي الأسلحة؟ ردت عليا وهي بتخلع خزنة البندقية وتركبها تاني بسرعة. لسه معرفش، بس اديني ثواني. وبعدين رفعت البندقية ونشنت على بيت قريب وشدت الزناد. قفلت عيني. لما فتحتهم شفت خرم في نص باب البيت. أميرة عدلت البندقية على كتفها ونشنت تاني. صندوق البريد اللي قدام البيت اتفرتك.
هقدم لكم الذكاء الرهيب اللي طارق بيومي اتكلم عنه. في أقل من دقيقة أميرة اتعلمت تستخدم سلاح ناري. ما كنتش محتاج أعصر دماغي عشان أعرف هي هتنشن على إيه بعد كده. وجهت البندقية ناحية السما الشيء ما تهزش، مع إني كنت متأكد إن أميرة صابته. سائل مشع نزف من رجله، قطرة من الضوء وقعت قدامنا على الأسفلت. الهواء ارتعش حوالين قطرة الضوء، ألوان ابتدت تظهر وتنتشر، والأرض اتغطت بأقواس قزح مشوهة. أميرة استني. أميرة ما سمعتنيش، كانت لسه موجهة بندقيتها للسما. المرة دي شفت الطلقة وهي بتخترق بطن الكائن المثالي. الدم الأبيض المشع انفجر من الجرح ونزل على الأسفلت، بس المرة دي وقعت معاه حتة لحم لونها ذهبي. الهواء ارتعش وانفجر بأشكال هندسية ألوانها مختلفة. انت كده بتزودي المشكلة مش بتحليها. 2 من الناس الجعانة اتجهوا ناحية حتة اللحم اللي وقعت من الكائن المثالي. ما كانوش ماشيين بيتطوحوا زي الزومبي ولا بيزحفوا زي الوحوش، كانوا ماشيين زي البني آدمين الطبيعيين. أميرة رفعت البندقية تاني، بصيت بعيد. لما رجعت بصيت تاني، الاتنين الجعانين بقوا متكومين على الأرض. حسيت بحرقان في صدري، البلغم خد طريقه لزوري، عرق بارد انتشر على وشي، جسمي ابتدى يرتعش. وقعت على ركبي وفتحت بقي عشان أطرد الشيء اللي كنت حاسس بيه في زوري. ما فيش حاجة خرجت. استنى كده، بصلي. لفيت وبصيت لأميرة اللي نزلت على ركابها جنبي. ارفع راسك فوق. احنا ازاي ما لاحظناش الموضوع ده قبل كده؟ موضوع ايه؟ مش فاهم. في حاجة بتخرج من مناخيرك لما بتتنفس. حاجة ايه؟ حسيت تاني ببلغم سخن، كأن الهواء بيغلي في صدري وهو بياخد طريقه عشان يخرج من جسمي. المرة دي في حاجة خرجت من بقي. يا نهار اسود، بص. بصيت على الأرض، كان قيء اسود شبه الزفت. لما مسحت بقي بظهر ايدي نفس المادة السوداء اللزجة كانت عليه. بصيت عليها من قريب في الضوء، ما كانتش سودة تماما. اللعاب بتاعي كان مختلط بجزيئات سودة صغيرة بتنفصل عن اللعاب وتطير في الهواء على هيئة دخان اسود، زي الجزيئات اللي بتخرج من جرنان نص الليل لما بيتحلل. قرايتك للجرنان هي اللي عملت فيك كده، لما اتنفست الدخان الاسود اللي بيخرج منه. والصداع فاكر ابتدى امتى؟ فاكر. ابتدى لما تعرضت للدخان الاسود اول مرة. تفتكر الموضوع ده هو السبب في اللي بيحصل؟ ممكن يكون الكائن المثالي والدكتور وانا بقينا حقيقيين بسبب الزفت اللي جواك ده. مش عارف. بصيت على الدكتور اللي نظره متحولش من على الكائن اللي كان وصل لارتفاع قريب جدا من الارض، بقى على ارتفاع دورين تقريبا. لازم نتصرف بسرعة. سألت الدكتور وانا بوريه المادة السوداء اللي على ظهر ايدي. تقدر تشيل الخ ده من جوايا يا دكتور؟ الدكتور بص على المادة السوداء من غير اهتمام. لو استأصلتها لازم استأصل حاجة تانية في المقابل. مقابل يا دكتور؟ هو انت مش خلصت الكائن المثالي بتاعك خلاص؟ بس أنا مش هضيف الحاجة اللي هاخدها في الكائن المثالي. مش مهم يا أميرة، مش مهم ياخد ايه أو يحطه فين، المهم إننا نوقف الشيء ده. ما كانش باين على وش أميرة إنها اقتنعت، بس لما بصت لفوق ولقيت الكائن قرب جدا من الأرض اضطرت توافق. أميرة، لازم تعرفي إن لو الكائن المثالي اختفى انتي كمان هتختفي، انتي والدكتور. هفضل إن أختفي بالطريقة دي على إني أموت على إيد طارق بيومي. كده كده عمري ما كنت حقيقية، لا هنا ولا في الجورنال. في الجورنال كنت نسخة من واحدة تانية، وهنا الجورنال هو اللي خلاني حقيقية. ما تقوليش كده يا أميرة، انت حقيقية بالنسبة لي على الأقل. خلاص بقى ما تخلينيش أغير رأيي. دكتور، محتاجة عشان تبتدي. الدكتور طلع شنطة سودا من مكان ما، وبعدين دخلنا بيت من البيوت الفاضية اللي حوالينا. أميرة والدكتور فضوا ترابيزة السفرة عشان أعرف أنام عليها. قلعت قميصي وأنا متردد. هو أنا محتاج أقلع حاجة تانية يا دكتور؟ لا، القميص كفاية. أميرة سألت الدكتور وهي بتبص من شباك البيت. هو أنت هتستأصل إيه في المقابل يا دكتور؟ ما تقلقيش، أنا هاخد حاجة هو مش محتاجها. طب بسرعة يا دكتور، الكائن خلاص رجله هتلمس الأرض. أميرة، أنا متشكر على كل حاجة. تشكرني على إيه ولا إيه بس؟ ده أنا لسه هراقب الدكتور عشان ما ياخدش منك حاجة مهمة. الدكتور فتح الشنطة السوداء وطلع منها حشرة معدنية ضخمة برجلين وديل وعينين سوداء وسط راسها المعدني. الدكتور فتح بقي ولف رجلين الحشرة حوالين راسي وبعدين حط ديلها في بقي. سمعت صوت فحيح وحسيت بغاز غريب بينتشر في صدري. ما تخافش، اتنفس بشكل طبيعي. خدت نفس، حسيت بالواقع بيدوب والأوضة بتضلم حواليا. جفوني تالت. آخر حاجة فاكرها الشبابيك وهي بتشع بنور دهبي ساطع. حسيت إني صحيت بعد سنين. كنت في أوضتي في بيت والدي ووالدتي. ما كنتش لابس قميص
وكنت لابس نفس البنطلون والجزمة اللي كنت لابسهم لما كنت مع أميرة والدكتور. الوقت كان بالليل. طلعت جري بره البيت عشان ألاقي عربيتي مركونة في نفس مكانها، كانت سليمة ما فيهاش خدش. هو إيه اللي حصل؟ هو أنا رجعت هنا إزاي؟ وإمتى العربية اتصلحت؟ لما رجعت البيت فتحت الكمبيوتر. النهاردة الخميس، الوقت 10 بالليل. عملت بحث على النت، مفيش أي حاجة عن لعبة الحافة ولا الدكتور ولا عن أميرة وطارق ولا حتى عن الجوع أو الكائن المثالي، غير في البودكاست بتاعي طبعا. مفيش أي أثر، كأن مفيش حاجة حصلت. ابتسمت وعشت إحساس جميل ما حسيتش بيه من زمان. حسيت بالراحة، بس لحظتها افتكرت أميرة اللي اتمسحت من الوجود. أميرة، البنت اللي العالم نساها. كان نفسي يبقى في طريقة أرجعها بيها، بس كان في جزء من عقلي مستوعب إن لو رجعتها هرجع كل حاجة تانية معاها. خسارة، مستقبلها كان هيبقى ممتاز في العالم بتاعنا. اتنهدت وأنا برجع بالكرسي لورا. في اللحظة دي شفتها، نوتة شبه النوت اللي والدي كاتب فيها مذكراته. كان حاطط النوت التانية في صندوق، بس النوتة دي كانت ملزوقة تحت سطح المكتب، كان صعب جدا إن حد يلاحظ مكانها. فكيت النوتة وبصيت على غلافها، كان مكتوب عليه أكتر 3 كلمات بخاف منهم في حياتي: جورنال نص الليل. ما قدرتش أقاوم، فتحتها. كان في تواريخ وعناوين، واضح إن والدي كان بيسجل كل حاجة عن جورنال نص الليل اللي كان بيوصل بيته. ما قدرتش أتعرف على أي تاريخ أو عنوان، كانت كلها مقالات جديدة. 3 دقات على الباب. بصيت على الوقت في شاشة الكمبيوتر، 30 دقيقة بعد نص الليل. لا، مش ممكن. بصيت من العين السحرية عشان أشوف راجل كبير في السن واقف على عتبة بيتي. فتحت الباب بحذر وأنا خايف الراجل يختفي فجأة ويسيب مكانه نسخة من الجورنال، بس لحسن الحظ اللي توقعته ما حصلش. مساء الخير يا فندم، أنا ساكن في البيت اللي قدام بيتك، بس في الحقيقة أنا ما شفتكش قبل كده، كنت بشوف واحد تاني، راجل كبير في السن. ده كان والدي الله يرحمه، مات من 2 شهر. معلش يا ابني، هو ده حال الدنيا، الله يرحمه، كان راجل طيب وفي حاله. لاحظت إنه ماسك حاجة في إيده، لفة سودا أنا عارف شكلها كويس. في حد خبط على باب بيتي وساب الشيء ده على المشاية. معلش يا ابني، الموضوع غريب شوية، عشان كل البيوت اللي حوالينا جالها نفس اللفة السودا دي. في حاجة جاتلك شبه كده؟ لا، ما جاليش حاجة، بس أنا لو مكانك ما افتحش اللفة دي، الموضوع ممكن يكون خطير. الراجل ابتسم. هو ده اللي أنا فكرت فيه بالظبط، بس قلت أسأل يمكن أفهم اللي بيحصل. يلا، مش عاوز أزعجك، تصبح على خير. وانت من أهله. استنيت الراجل لما دخل بيته وطلعت أجري في الشارع زي المجنون. كل البيوت في الشارع كان موجود على مشاياتها نسخة من الجورنال، كل البيوت ما عدا بيتي. دلوقتي عرفت دكتور الاستئصال استأصل مني إيه، ولا استأصله وداه فين. خد مني الحاجة اللي كانت بتخلي جورنال نص الليل يجيلي واداها لناس تانية، معرفش عددهم قد إيه. لو كنت بتسمعني دلوقتي اديك عرفت قصتي مع الجورنال. خلي بالك من فضلك، لو سمعت 3 دقات على باب بيتك الساعة 12 بالليل مهما يحصل، اوعى تقرا الجورنال. ولو حد تعرفه قالك ان الجورنال جاله انصحه ما يقراهوش. لو لزم الامر اترجاه. اللي انا هعمله دلوقتي هو اني هبتدي اقرا مذكرات والدي واقول لكم على اللي مكتوب فيها. مش بعيد الاقي اجابات على الاسئله الكتير اللي محيره عقلي.